السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة عمل البليلة. هنجيب القمح من بالليل نغسله وننقعه من بالليل اهو. بس ده كده منقوع من بالليل. منزل المية لونها ايه، المية مصفرة خالص ازاي. هنغسله من المية اللي كان بايت فيها بالليل ونصفيه كويس. نغسله وننزل منه المية الصفرة دي خالص لحد ما المية تروق زي مية الحنفية بالظبط. كده صفيناه. شوف المية بتاعته بقت بيضة ازاي زي مية الحنفية تمام. هنيجي بقى في الحلة نحط مية على النار ونفضي فيها القمح اهو. هنصفي المية دي ونحط مية نضيفة ونحطها كده نصفيها ونحطها في الحلة ونحط لها مية ونولع عليها. كده مية سخنة مية ساقعة عادي، كده كده هتغلي على النار. ونحط كوباية رز، ده على كيلو القمح كوباية رز، ونحطها نضيفها على القمح طبعا بعد ما غسلناه. حطينا الرز كده ونسيبها بقى تستوي اهي. ده الرز اهو، انا بقرب لكم الرز تشوفوه. هي كده بقى بتغلي ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تبقى كده. هي كده فتحت ازاي، فشرت زي ما بيقولوا، يعني القمحية فتحت زي ما بنعمل الفشار كده، تلاقي الفشارية الذرة فتح من بعضه اهي. كده خلاص هي كده استوت ومش ميتها كتير، حط لها ميه مش كتير. هنغطيها ونديها غلوة وهي متغطية ونطفي عليها. وكده بعد ساعتين من بعد ما طفينا عليها، وهي طبعا متغطية بالغطا عشان البخار بتاع السخونية يسويها اكتر اهي. ده شكلها اهو. بس بقى استوت اكتر ازاي لما اديناها غلوة بعد ما عملت اتفشرت كده ولقيناها بقت حلوة. اديتها غلوة ورحت طافية عليها وهي متغطية عليها، ما تكشفيش من عليها الغطا. بعد ساعتين لقيتها بقت كده، بص تقلت ازاي وبقت جميلة. عدم مشاكل وهبة. وبعد ما حطيت لها اللبن اديتها غلوة باللبن وركنتها شوية. خلاص هي كده حلوة يعني. تحطي بقى عليها سكر بودرة، تحطي سكر اللي انت عايزاه، سكر عادي على اللبن
كده بقى في الاول انا حبيت اقسمها شوية عشان هي الكمية كبيرة. انا عاملة كيلو قمح، قسمته على كذا حاجة يعني. مش هعمل الكيلو القمح كله في يوم واحد. انت بقى تعمليها كده كيلو القمح وتقسميه حسب ما انت عايزة في علب، على قد اليوم اللي انت هتعمليها فيه، في علب، في كيس بلاستيك، اي حاجة، اكياس نايلون، على قد الوجبة اللي انت هتعمليها، ان كان للاطفال مثلا او للكبار، حسب ما انت عايزة. كده تاخدي الكمية اللي انت هتعمليها اليوم دوت، والايام التانية تشيليها في الفريزر. تشيليها في الفريزر بقى وتطلعيها وتحط لها اللبن والسكر اللي انت عايزاه. انا رحت اشتري والله من بتاع الفول ب3 جنيه، اداني كام حباية قمح وبقيتها كلها مية، يعني ما ياكلوش طفل ب3 جنيه، يعني لو الطفل كلهم مش هيشبعوه. مية مية والله. حلفت ان انا مشتريهاش تاني من بره، وقلت لازم اعملها في البيت، على الاقل نضيفة وعارفة انا عاملاها ازاي. بالذات لاطفالنا لازم نديهم حاجة نضيفة، يعني نبقى متأكدين منها. بص تقيلة ازاي. كمان انت لما تحط لهم اللبن وكده هتبقى انت عارفة عاملاها ازاي، وتكفي ان يكفي ان هي تبقى عندك في البيت تحت ايدك، وقت ما تعوزي تعملي تحط لهم ياكلوا، تطلعي من الفريزر وتسخنيها وتحط لهم اللبن والسكر. كيلو عمل كمية حلوة، يعني تقعد معاكي شهر لو انت هتقسميها على حسب ما انت عايزة. اهي وتقيلة علشان لما تخففيها باللبن هتبقى حلوة اوي. هتطلعيها من الفريزر تفك وتروحي حاطه لها اللبن وتاكليهم، ولا كنت تعمليها لهم مهلبيه كده. اهي شلت الكميه كلها وخليت الحبه اللي انا هستعملهم بس في الحل. بصي عملت كميه قد ايه. انتي بقى حطي في علب، حطي في اكياس، حطي كميه اللي انتي هتحتاجيها.